بالنسبة للمرض بتاع الكوليرا المنتشر في القضارب ده، سيطر عليه ولا لسه؟ المرض ده منتشر كان في بورسودان وفي القضارف، وانا واحد من الناس برضو اصابني والحمد لله اتعافيت من جمله، ولا حصل لي اختفيت فتره. انا للان يعني بستخدم في حبوب، وفي القضارف العلاجات شغاله ومسيطرين على الكوليرا، واللي هي حمى كويس، والتهابات في الدم. بس جاء الوضع الان كيف؟ يعني الناس والوضع كويسين ما؟ تمام. في لا علاجات، وهسه انا ذاتي من القضارف ماشي عندنا واحد جبناه واخذ علاجاته وراجع على الفاو. يعني انا اديني لحد الساعه 1 2 لو الشبكه ساعدتني النجوم ولقيتك فاتح بجيك راجع من الفاو مباشر، وبوصل لك كمان المعلومات الزياده. الحاجه اللي الناس تعرفها، الدعامه دول امبارح جو راجعين الفاو تاني، وتم دحر وتم دك وتم تكبد خسائر كبيره جدا، ومرقنا على كده نحن. هسه الفاو امنه والناس قاعده، والجيش عامل تمشيط وارتكازات لمجرى خمسه والمناطق دي، ونقول التحيه لقواتنا المسلحه. وبالنسبه للوبيات، الولايه مسيطر عليها في القضارف وفي بورسودان، اصلا منتصره في الولايتين دي اكثر شيء. الله يحفظكم، شكرا لك. شكرا يا آدم. الله يحفظك ويحفظ أهلنا في القضاء. طبعا دي من آثار الجنجبيل. الناس دي المرض المنطقة اللي يمشوها شفتها لو ما قتلوا زول بيصيبون بأمراض. هاي المستشار رأيك شنو هسي الزول ده وضح لك كلام بالواضح. يعني أنا هسي شوف ما تكلمت لك عن الانتهاكات والناس زي سووا قاعد أتكلم عنك أنت كقحاطي. أنا بخاطبك أنت كسوداني، تمام ديلك وشوف سبحان الله. هسه انا لما لو فتحت لك الموضوع ده جيت قلت لك الناس اللي استعانوا بمرتزقه من الخارج، انت يعني حتجاوب بشنو؟ دائما بتقولوا ده كلام ادعاءات ساي وما عنده امانه، صح؟ لا، في مرتزقة اعترف بها محمد حمدان دقلو، قال في ناس جو من دول تانية في على سبيل الفزع، جو يفزعوا لأهلهم طيب في انت الدعم كسوداني الفلسطيني. موقفك شنو من الحاجه دي؟ انا موقفي اصلا موقفي رافض الحرب يا نجومي بصورة عامة. يعني انا ما قاعد هو اقرا تاريخ، انت ما هو بقرا في يلا تاريخ دي يلا ده الصومال. هنا يلا هنا ده انت عارف. يلا انا اوريك الجياشي بيختلفوا معاك في شنو. بيختلفوا معاك في الجزئيه دي. انت لما زول يجي يقول لك في مرتزقه جو من الخارج قاعدين ينتحكوا في اراضي النساء السودانيات، يا اخي انت كسوداني مفروض كخير اسال بكره تشيل السلاح. او لو انت برا السودان بكره تجي تقعد معانا في اللايفات هنا وتبل الجنجويد ديل. خلاص الموضوع بتاع التفاوض ده مفروض تشيله وتخطه في جيبك الخلفي. يا المستشار، انتوا ليه يا النجومي مصرين تتكلموا في سياسه في حاجه بتخص شرف النساء السودانيات وبيخص الدوله السودانيه؟ يعني انتوا ليه دايرين